صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوفوا الفيديو. نبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدأ وصفة مع بعض النهاردة. هنعمل مع بعض الزيتون المخلل. طبعا ده زيتون تفاحي. ده احلى زيتون ممكن تخليه وما بياخدش وقت زي الزيتون البلدي او العزيزي. تمام. معايا جزر مبشور، كوباية كاملة عصير ليمون خام، ومعايا كوباية كاملة ملح، كوباية خل، شوية من الكزبرة وشوية من الكركم وشوية من الحبة السوداء. طبعا معايا مية مغلية وبردتها، ومعايا البرطمان بتاعي متعقم زي ما انتوا شايفين ونضيف زي الفل كده. دلوقتي هجيب الزيتون بعد ما عملته بالمدق بتاع البفتيك كده، فدغته او بالسكينة وغسلته كويس. هنزل عليه كل المكونات اللي انا قلت لكم عليها: جزر، حبة البركة، شوية من الكزبرة، وطبعا الحبة السوداء، شوية كركم. وقلبت الموضوع كله مع بعض كده اهو بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا بقى لبست جلافز عشان اعرف اقلب كده ايدي ما تتحرقش من الملح او الخل وكده. طبعا ده رتلين مية مغلية ومتبردة. نزلت بقى فيها المكونات: عصير الليمون، انا مفرزة الليمون ده عشان كده لسه متلج زي ما احنا شايفين كده. وهضيف كوباية من الخل اصغر منهم شوية، وهقلب الحاجات دي كلها مع بعضها. وهضيف شوية من السكر. السكر حلو جدا بيحفظ المخللات كلها. بحط كمان السكر ده مع اللفت بيخليه مقرمش كده وحلو. طبعا بقلب وما بعتمدش على المقادير بتاعة الملح. بحب ادوق الملح والحدق كده، عشان طبعا الملح بيختلف من كمية لكمية او من شركة لشركة. وطبعا كده كده بعمل مخلي الاختبار الليمون والزيتون بيتعمل الاختبار بتاع بعض اسبوع. بتفتحي عليه وبتشوفي لو كان عاوز ملح بتزودي له، حلو اقفلي عليه خالص. طبعا هبدأ دلوقتي احط الزيتون في البرطمان زي ما احنا شايفين كده اهو. طبعا لو بتعملي ليمون سريع او لفت بتعملي الاختبار بتاعه تاني يوم، لكن الزيتون والليمون الحاجة اللي بتغيب دي بتعملي لها اختبارها بعد اسبوع. لقيتيها محتاجه ملح بتحط لها. طبعا حطيت بقى التشريبه اللي انا عاملاها كده بالشكل ده، وهضيف على الوش كده شويه زيت. وطبعا انا عصره الليمون في قلب الملح والميه وكده، مش هحتاج اعصر ليمون تاني. كيسه تلاجة او كيسه من المطبخ. وهقفل البرطمان بالشكل كده واركنه بقى زي ما قلت لكم. وطبعا جربوها يعجبكم، ومع السلامه.